من الحاجات اللي معروفة عن رشدي أباظة إنه اتجوز نص نجمات السينما، وبرضه كان معروف عنه إنه على طول يا إما سكران يا إما مسطول. لكن تعرف إنه اتقدم للنص التاني من الممثلات؟ طب تعرف إنه من أصل إيطالي؟ كمل معايا الفيديو عشان تعرف حاجات ما تعرفهاش عن رشدي أباظة. الفنان رشدي أباظة من مواليد 3 أغسطس 1926 في مركز الزقازيق محافظة الشرقية. اسمه رشدي سعيد حسن بغدادي. نشأ رشدي أباظة من أسرة أباظة، واللي معروف عنها إنها من أصول إيطالية. ورشدي أباظة ما كانش حاطط في دماغه إنه يمثل أو يبقى نجم في يوم من الأيام. وأول فيلم كان ليه كان فيلم المليونيرة الصغيرة سنة 1949 قدام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. بعد كده بعد عن التمثيل فترة ورجع تاني يعمل أدوار صغيرة زي فيلم دليلة، رد قلبي، موعد مع الغرام، جعلوني مجرما، وغيرها من الأعمال. وبعد فيلم امرأة في الطريق سنة 1958 بطولة الفنان رشدي أباظة استرد نجوميته تاني من أول وجديد. وكان معروف عن رشدي أباظة إنه دنجوان السينما المصرية، ودنجوان في الحقيقة كمان. ومعروف عنه إنه اتجوز 5 مرات. أول زوجة ليه كانت الفنانة تحية كاريوكا سنة 1952 وفضل معاها 3 سنين. واتجوز المرة التانية سنة 1955 من برابرا الأمريكية، وجاب منه بنتها الوحيدة اسمت، وفضلت معاه 4 سنين وطلقها سنة 1959. واتجوز للمرة التالتة سنة 1960 من الفنانة سامية جمال، ودي بقى طول معاه شوية وفضلوا مع بعض 18 سنة، وانفصل عنها سنة 1977. وكانت الفنانة صباح مراته الرابعة، اتجوزها سنة 1967 وطلقها بعد أسبوعين بس من جواز. وكانت وقتها سامية جمال لسه على ذمته. وكانت مراته الخامسة والأخيرة نبيلة أباظة بنت عمه، وقال بقى ماليش غير بنت عمي اللي مني اللي هتكمل معايا باقي حياتي. واتجوزها سنة 1979، لكن اتوفى بعدها بسنة واحدة بس من جوازه سنة 1908. لكن بقى اللي مش معروف عنه انه كان بيلاقي باقي الفنانات السينما زي مريم فخر الدين ويسرى وغيرهم من الفنانات كتير. والفنانات دول صرحوا بحاجة زي كده بس بعد ما مات. كان رشدي أباظة بقى بيعرف يتكلم 5 لغات: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية. وكان مرشح للسينما العالمية، وكان ممكن يسبق الفنان عمر الشريف في هوليود، لكن هو ضيع فرص كتير واشتغل دوبلير للنجم العالمي روبرت دايرو في فيلم وادي الملوك. وتوفى الفنان رشدي أباظة يوم الأحد 27 يوليو سنة 1980 موافق 13 رمضان أثناء تصويره في فيلم الأقوياء. مات في مشهد من قدام عزة العلايلة. وكمل الفنان صلاح نظمي الفيلم مكانه. بس كده، ده الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. السلام عليكم.